الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا كتير مش بعمل فيديوهات هنا على اليوتيوب، وحقيقي مفتقد الموضوع ده جدا. عشان كده حبيت لما ارجع بفيديو يكون مهم ويكون كلكم طالبينه مني. سنة كاملة من روتين نادي الخامسة صباحا. ليه اخترت الروتين ده، او بمعنى اصح ايه مميزات الروتين وايه عيوب الروتين ده وايه الحاجات اللي ساعدتني اني التزم بالروتين ده. كل اللي انا عايزه منك انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لاول مرة تشوفني، وتشغل الجرس الجميل عشان كل الفيديوهات تظهر لك. فالنهارده بالذات مش محتاج اقول لك مقدمة كبيرة، كل محتاج اقوله لك ان النهارده احكي لك عن واحدة من اهم التجارب اللي غيرت حياتي. ليه روتين 5 صباحا، او ليه نادي الخامسة صباحا زي ما بيسموه؟ واشمعنى كل الناس بتدور على الروتين ده؟ ليه دايما كل الناس عندها فضول انها تعمل الروتين ده او انها تنتظم وتمشي على الروتين ده في يومها؟ وليه انا فكرت فيه اصلا؟ وكانت فين البداية اللي خلتني اقول هو ده الروتين اللي هختاره؟ او ايه اصلا البدايه اللي عرفتني بالروتين ده؟ البدايه بكل بساطه لما قرات كتاب صباح استثنائي كل يوم. الكتاب كنت بفكر اني اشتريه، وفي شخص مقرب مني جابه لي هديه. وعشان ما تضحكش عليا، انا كنت عايز اشتري الكتاب من وجهه نظر ان انا الكتاب شكله عاجبني او ان في ناس بتتكلم عليه كتير. لكن كانت اول مره افكر ان اشتري كتاب من غير ما اعرف هو بيتكلم عن ايه او ايه اصلا المين كونسبت بتاعه. فلما قرات الكتاب اتفاجئت ان هو بيتكلم عن نادي الخامسه صباحا. كنت فاكر في الاول ان هو مجرد كتاب بيتكلم عن عادات هتخلي صباحك استثنائي كل يوم، تبعا للاسم يعني اللي متسمي بيه الكتاب. ولما قرات الكتاب ده اكتشفت ان معظم الناس الناجحه في حياتها، سواء رواد الاعمال، مبرمجين، اي كاتيجوري يجي في دماغك، ملتزمين بالروتين الخامسه صباحا. حتى لو في اختلاف في التوقيتات بتبقى حاجات بسيطه، لكن كلهم ملتزمين انهم يصحوا بدري ويناموا بدري. والكاتب كان موضح كل النقط المهمه في الروتين ده. طب هل انت مضطر تقرا الكتاب عشان تمشي على الروتين الخامسه صباحا؟ بما انك في الفيديو ده فانت مش مضطر، لان قدامك واحد شخص قريب منك جدا، شاب زيه زيك، مش رائد اعمال، واحد بيشتغل وبيدرس زيه زيك، فهتكون نقل التجربه اكثر واقعيه واوضح ليك. من اهم الحاجات اللي حبيتها في الروتين ده بكل بساطه كواحد مسلم انه بيخليني اصلي كل الفروض في اوقاتها. وكمان اذا ربنا من عليك وتصلي الفروض دي في المسجد، فكمان هيبقى في توقيتها وفي المسجد، فيبقى الموضوع مختلف جدا. وحقيقي انت ممكن تحط ده اول دافع يخليك تفكر انك تلتزم بروتين الخامسه صباح. غير كمان صلاه الفروض، انت حتى مش فايتك حاجات من بالليل. يعني انت ممكن انت اخرك بيبقى خلاص العشاء، وبعد العشاء بحاجات بسيطه المفروض تكون نمت، بس مش هيمنع انك لو عايز حتى تصلي قيام ليل تصلي بعد العشاء على طول، مش لازم تقعد لغايه اخر الليل، وان كان يستحسن طبعا. تاني حاجه واللي هتلاقي ناس كتير قوي بيتكلموا عنها في الكتب وفي الفيديوهات، هي بركه الوقت ما بين الفجر للظهر. الوقت ده فيه متسع كبير جدا، تحسه انه مقداره اكبر من القيمه الفعليه بتاعته. يعني مثلا هم لو 6 7 ساعات هتحسهم بالعكس اكتر من كده، تحسهم 10 12 ساعه، رغم ان هم نفس عدد الساعات بالظبط مفيش اي اختلاف. لكن البركه بتطلع من كذا حاجه. اول حاجه، انت تبقى لسه مصلي الفجر وبادئ يومك، قلت اذكارك وصليت النوافل وقرات حاجه بسيطه من القران مثلا تبدا بيها يومك وفطرت. فالروحانيات دي كلها بتحطك في مود تركيز كبير جدا، وبتخليك حابب انك تبدا يومك سواء بالشغل او المذاكره، وحابب انك تنتج. انت قاعد في وقت الغالبيه العظمى من البشر نايمين، وغالبا هيكون بيتك كله نايم، فهتكون انت الوحيد اللي صاحي في اوضتك شغال او بتذاكر او حتى بتعمل اي حاجه انت صاحي لها الساعه 5 الفجر. وتاني حاجه وهي مهمه جدا، ان هي الناس اللي نايمه دي هي الناس اللي مش ماسكه السوشيال ميديا ولا فاتحه. فانت لو فتحت السوشيال ميديا عشان تكلم حد مش هتلاقي حاجه تعملها اصلا، ودي ميزه كبيره جدا هتساعدك على التركيز وانك تخش في مود المذاكره او الشغل بسرعه. الا بقى لو انت بتعاند نفسك وماسك السوشيال ميديا بتشوف اللي فاتك من امبارح. بس بصراحه هيكون منطق غريب قوي، يعني انت اكيد مش صاحي 5 الفجر عشان تقعد على التليفون. غريبه يعني. وقصدي هنا بصحي 5 الفجر انك متعمد انك تصحى من بالليل وعامل الارم وقال انك هتصحى الساعه 5 الفجر، مش واحد جاله ارق في ليالي الامتحان وصحى 5 الفجر بالصدفه. ولو ان برضه غلط انك تمسك التليفون في الحاله دي. ومن الميزات الحلوه انك هتحس نفسك في وقت الفجر ده اكثر انتاجيه من الوقت العادي. المذاكره هتكون بتركيز اكبر، الشغل هيكون باتقان اعلى وهتفنشه بشكل احترافي. هيعلمك ازاي اصلا تعتمد على نفسك في انك تحضر لنفسك حتى لو حاجه بسيطه تاكلها. ممكن الوقت ده لو انت ليك اوضه لوحدك حتى تمارس فيها رياضه. في اسباب كتير قوي هتخليك تحب الروتين ده. وحرفيا احنا لو عايزين نتكلم عن مميزاته مش هيكفيني بارتيشن واحد، هفضل اتكلم لمده فيديو كامل. بس هل على كل المميزات دي انا ما واجهتش عيوب في نادي الخامسه صباحا؟ بص بقى، الموضوع الغريب ان رغم ان مميزاته كلها ليها علاقه بالدراسه والكليه والشغل والانتاجيه، فعيوبه برضه ليها علاقه بالشغل والكليه. ابسط مثال وده اللي انا عايشه لغايه دلوقتي ومهما عملت مش هلاقي له حل، عندنا دايما في جروب الكليه بيبعتوا الاساينمنتس او الكويزات او اي حاجه ليها علاقه بالكليه انك محتاج تسلمها بالليل. فالبشر كلها بتبقى صاحيه وبتعرف، انت بتيجي تصحى الصبح بقى بتشوف ايه اللي فاتك، بتلاقي في حاجات نزلت كتير جدا. تاني حاجه، ان ساعات بيعملوا لنا كويزات اونلاين، فبيبقى كلها بعد الساعه 10 بالليل، من الساعه 10 ل 11، من الساعه 11 ل 12 وهكذا. فانت اليوم ده
بتضطر انك تبوظ الروتين بتاعك وتسهر، ولو انت في كليه هندسه زي حالاتي فلازم تسهر، مش هتضيع عن نص درجه يعني، حتى لو هتخش الكويز تجيب نص درجه هتخش تجيبها. اما لو في عيب بالنسبه للشغل، فان الكلاينت بتاعك ما يكونش من الخميسه صباحا، فيبعت لك اي تعديلات على الشغل بتاعك وانت نايم، فتصحى الصبح تلاقي تعديلات، تصحى الصبح تلاقي تعديلات، وهكذا تفضل في السايكل دي كتير، وبالذات لو هو كلاينت زنان مش راجل كده لذيذ بيصبر عليك. عيب كمان هو مواعيد الماتشات والمناسبات، هتضطر تضحي بكذا حاجه، اولهم الفرجه على ماتشات الكوره. وعشان ما بقاش كداب وبدعي المثاليه عليك، احنا اي حد مصري ليه فريق مصري بيشجعه، وليه فريق اوروبي، ليه فريق في الدوري الاسباني، وليه فريق في الدوري الانجليزي، فانت مش لازم تتابع كل ده. يعني مثلا بحب الكوره جدا وانا اهلاوي، وبحب لعب مانشستر سيتي، لكن مش بحب مانشستر سيتي اللي هو بقى خلاص، مش اللي هو مشجع من مواليد مانشستر يعني لو في ماتش بالليل في الدوري مثلا، او ماتش مش فاصل قوي، فمش لازم تشوفه، نام وسيبه. لكن الموضوع لما بيجي عند الاهلي الصراحه بيبقى صعب شويه بالنسبه لي، فده اللي انا عايزه منك، ما تفصلش خالص، بس صفي كده الدنيا مع بعضيها. مش لازم تتابع كل الفرق انت بتحبها، حدد لك على الاقل فريق واحد هو اللي هتضطر تضحي عشانه مثلا، وتسهر مره تتفرج على الماتش او مرتين. ومن الحاجات اللي عملتها انا وانت لازم تعملها انك تضحي بالسهر والخروج. بص عشان نبقى صراحه مع بعض، ده الواقع اللي المفروض انت تعيشه. الفئه العمريه اللي بتتابع التشانل هنا او بتتابعني على اي بلاتفورم من السوشيال ميديا، هي الفئه العمريه اللي لازم تبني جواها الالتزام من بدري، لان كده كده هيتفرض عليها الالتزام مستقبلا لما ينزل بقى الشغل ويشوف مجالات الشغل والسوق ويتعامل مع الناس. فلازم يكون المهاره دي هو علمها لنفسه من البدايه من غير ما حد يجبره عليها، عشان لما تيجي تجبر عليه ما تبقاش تقيله وجديده عليه. وكذلك انا باكد عليك، انت مش هتقطع خالص، بس مش لازم يبقى السهر متاخر خالص. لو تعرف خروجه تخصص لها يوم وتكون بدري تمام، ولو تعرف اصلا تقعد فتره ما تنزلش وتخلص اللي عليك وفي يوم واحد تكسر الروتين برضه تمام. صدقني انت لما تلاقي نفسك بتنجز في المذاكره او في الشغل او في الحاجه اللي بتصحى لها، هتلاقي فعلا الموضوع يستحق انك تضحي له. وانا عارف ان الالتزام بيفرق من شخص للتاني، بس عن تجربه صدقني الموضوع مش صعب. طب تمام يا عم مهاب، هل انت في يوم وليله صحيت الصبح قلت انا هعمل روتين الخميسه صباحا لقيته بالبساطه دي، ولا قابلت مشاكل؟ اكيد طبعا قابلت مشاكل، ودي تريكس هتساعدك انك تلتزم بالروتين. اول حاجه هحدد لك اليوم قبل ما اقول لك النقط اللي ساعدتني. اليوم بتاعك لو هنعتبر انك هتصحى الساعه 5، انا الفتره دي بصحى الساعه 4 مش الساعه 5، لان الفجر في اسكندريه بقى بدري، بقى الساعه 4 بالظبط غالبا او 4 وكام دقيقه، بس هنعتبر ان الساعه ترجع تاني في التوقيت الصيفي، وان الروتين هيبقى من 5 زي ما احنا. فانت يومك من 5 الفجر ل 10 بالليل، ما تعديش الساعه 10 بالليل غير لما تكون نايم. اول نصيحه، اخر 6 ساعات من يومك ما تشربش كافيين. ما بقولكش اقطع كافيين، رغم انه صح انك تقلله، بس انا نفسي مش مقلله الصراحه، بس على الاقل في بدايه انتقالك الروتين، يعني مثلا تشرب نسكافيه او قهوه يكون اخرك الساعه 4. تاني حاجه واللي قلتها من شويه، ما تعديش الساعه 10 غير وانت تكون نايم، يعني من الساعه 9 وثلث الساعه 9 ونص تكون في السرير مهدي النور في الاوضه، مش بتستخدم موبايل، مش بتعمل اي حاجه عشان تجمع نوم، لان في البدايه الموضوع هيكون صعب جدا. تالت حاجه، كتابه التو دو ليست بتاعت يومك قبلها بيوم بالليل، عشان لما تصحى الصبح تبقى كل حاجه جاهزه، ما يبقاش لسه هتفكر هتعمل ايه فتكسل وترجع للسرير تاني. رابع حاجه، تحديد هدف تعمله اول اليوم، والنقطه دي لو ما عملتهاش يبقى الروتين ملوش اي لازمه. لازم يكون في حاجه في حياتك معينه انت بتصحى لها الصبح، يا اما مذاكره، يا تعلم مهاره، يا شغل، يا ممارسه رياضه، يا اما ان يومك يكون مضغوط بين كل ده زيي، فانت مضطر ان انت تصحى عشان تظبط بينهم وتلحق تخلص اللي عليك وتنال قسط من البركه اللي بيبقى من الفجر للظهر. اخر حاجه، دي انا مش بعملها بس انت لو عملتها هتكون احسن ليك، انك تاخد قيلوله في نص اليوم، هتفرق معاك جدا وهتفوقك باقي اليوم وهتقدر توصلك لاخر اليوم وانت فايق. انا ما باخدش القيلوله دي عشان مش متعود ان انا انام في النهار، فبعكس الموضوع ان انا بضغط نفسي اخلص الحاجه بدري، بحيث ان التلت الاخير من اليوم لما انتاجيتي تقل واتعب ما مضطرش ان انام، وببقى بعمل حاجات بسيطه واكون خلصت خلاص. ودلوقتي السؤال اللي اكيد بتساله، ازاي انضم لنادي الخميسه صباح؟ الموضوع بسيط جدا، ممكن تنضم له من النهارده، بس هتضحي بيوم هتكون مخنوق ومصدع ومش طايق نفسك. واليك الطريقه يا صديقي، بكل بساطه انت النهارده تخش تنام بدري، وده مش هيحصل، انك لو انت بتنام متاخر فاكيد هتلاقي نفسك مش قادر تنام وعمال تتقلب على السرير. مش مهم، خليك كده ونام وقت ما تنام، حتى لو نمت الساعه 1 2 الفجر اصحى الساعه 5. ايوه انا عارف انا بقول لك ايه، اصحى الساعه 5. هتصحى مقريف ومش طايق نفسك ومش قادر تعمل اي حاجه، معلش ضريبه الانضمام انك هتضحي باليوم ده. اقعد بالاكراه والاجبار ما تنامش من الساعه 5 لغايه 10 بالليل، حتى لو انت قاعد انتاجيتك معدومه، مش قادر تذاكر، ما عملتش حاجه اليوم ده خالص، بس المهم انك ما تنامش ولا حتى تاخد قيلوله في نص اليوم. هو الاحسن انك تاخدها، بس انا عارف انك لو خدت قيلوله هتفتح معاك، مش هتبقى قيلوله، هتكمل وهتيجي عليك الساعه 10 وابقى اديك اللي انت عايزه لو ما دخلتش نمت، انك انت جعان نوم من قبلها بيوم. هتخش تنام الساعه 10 وهتعمل المنبه على الساعه 5 الفجر. هتصحى المره دي مش هتكون في قمه فوقانك لانك لسه ما ظبطتش سايكل النوم، لكن مش هيكون اليوم بنفس انعدام الانتاجيه في اليوم اللي قبليه، فهيبدا الروتين يبان ليه بوادر وهتشتغل وتنتج، خلص المذاكره اللي عليك والشغل، وبرضه ما تعديش الساعه 10 غير لما تكون نايم. تالت يوم لما تصحى الساعه 5 الفجر هتلاقي الموضوع بدا يظبط على ضمانتي. خلي جواك ايمان ان الروتين ده فعلا هيساعدك وهو اللي يخليك تنجز من اكتر من حاجه. خلي فيه هدف تصحى له الصبح، وافتكر الخطط اللي انت مأجلها، وقول ان الروتين ده هو اللي يساعدني اني احطها جنب الحاجات الاساسيه زي المذاكره والشغل وشويه التزام وتركيز. الموضوع هيبقى جزء من يومك زي ما انا بقالي سنه بصحى 5 الفجر. وصلنا لنهايه الفيديو. بقالي كتير ما كنتش بعمل فيديوهات على اليوتيوب، شهر رمضان كله ما عملناش فيديوهات،
بس يلا، كل سنه وانتم طيبين، يا رب رمضان كان مبارك وبخير عليكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد اللي عدى، وان شاء الله نقدر نلتزم ونرجع تاني ننزل فيديوهات تكون مفيده ليكم. وعايز اشكركم على دعمكم ان احنا وصلنا لاول 10000 سبسكرايبرز، وفي فيديوهين عندنا عدوا ل 20000 مشاهده، وفيديوهات عدت ل 10000، وفيديوهات عدت ل 5000. فبصراحه اللي الشانل بدات تشتغل وده مديني حافز ان اكمل. فعشان كده عايزكم تساعدوني ان احنا نستمر بانك تعمل شير للفيديو ده وتبعته لكل الناس اللي مهتمه بالمحتوى ده، تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وتشغل الجرس الجميل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو اول مره تشوفني فانا مهاب الشاذلي، مبسوط بوجودك والقاك في فيديو جديد. سلام.